والله في الحقيقة يمكن أنا لأول مرة أزور مسجد العقبة في هذه الليلة المباركة، ويعني أعجبت حقيقة بحسن الترتيب والتنظيم لإقامة إدارة مساجد الجهرة، وهذا إن دل فإنما يدل حقيقة على يعني تعاون الفريق المتكامل لخدمة المصلين في هذا الشهر الفضيل. ولا سيما حقيقة يعني استمتعت بقراءة الشيخ الإمام والشيخ الثاني ما عرفت اسمه الشيخ غانم. أي نعم، استمتعنا حقيقة بالصوت الشجي الذي بتلاوة آيات الله تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قاموا فيه من يعني قراءة وتلاوة وصلاة في موازين حسناتهم. وهذا في الحقيقة يعني نقول حق الإخوة في الإدارة اختيار موفق حقيقة، اختيار يعني الشيخين الفاضلين، وجهود مباركة وموفقة إن شاء الله تعالى في خدمة المصلين وخدمة بيوت الله سبحانه وتعالى. للأخوة حقيقة العاملين في إدارة مساجد الجهرة كل الشكر الكبير، وأنا باسم الوزارة يعني أوجه جزيل الشكر على هذه الجهود يعني. جزاك الله يا ابو قتيبة. في سؤال ثاني بعد نبي ناخذه منك وراح يستانسون عليه الصحافة، ما مدى استمرارية فكرة المراكز الرمضانية؟ احنا سمعنا السنة اللي طافت انه بيكنسلون بالتم وبيكنسلون، فنبي ناخذ منك الخبر. طبعا حقيقة المراكز الرمضانية مثل ما ذكرت لكم هو يعني فكرة طرحت الوزارة من سنوات لتقليل الضغط على المسجد، والحمد لله خلال السنوات هذه الماضية نجحت هذه المراكز الرمضانية نجاح كبير، ولا يمكن هذا النجاح الذي تحقق يأتي أي شخص ويوقف هذا النجاح. احنا كمسؤولين في الوزارة وحريصين على أن تستمر هذه النجاحات وأن تتطور إلى شيء أفضل وأكبر وأحسن. ولذلك يمكن أنا اقترحت السنة هذه على أخوي شفيق وفي المساجد أن خاصة بعد ما تم إلغاء الخيام الرمضانية مثل خالد زيدوا المراكز الرمضانية، لا يصير مركزين في المحافظة، خلوا 3 و4 و5 و6. يعني شو المانع؟ قال يمكن السنة هذه نكون مستعدين بالإمكانيات اللي تقدرون عليه، والسنة القادمة إن شاء الله تعالى نحط إمكانيات الوزارة ل يعني دعم هذه المراكز الرمضانية. احنا بالحقيقة تظل يعني وزارة الأوقاف مع تعدد وتنوع أنشطتها الثقافية والتوجيهية، يمكن عندنا قطاعات مختلفة، قطاع إفتاء وقطاع دراسات وقطاع ثقافة، لكن بالضمن قطاع المساجد والمساجد هي الواجهة الرئيسية للوزارة. وهذا حقيقة يمكن أول يوم يمكن أنا تسلمت مسؤولية الوزارة كنت أقول حق إخواني الوكلاء المساعدين شئنا أبينا المساجد هي واجهة وزارة، ولذلك الاهتمام بالمساجد يجب أن يلاقي الاهتمام الأكبر من جميع العاملين في الوزارة سواء داخل القطاع أو خارج القطاع. واليوم الدور التوجيهي للمساجد هو المطلوب بشكل أساسي، لأن اليوم ما في اليوم يعني مرافق في الدولة تقابل جمهور المواطنين والمقيمين والمصلين مثل وزارة الأوقاف والمساجد. يعني أنت أسبوعيا قاعد تلتقي ب يعني كل من هو موجود من المسلمين على أرض الكويت في صلاة الجمعة، وفي الفروض اليومية قاعد تقابل الآلاف المؤلفة من المصلين. الدور التوجيهي وإيصال الرسالة الصحيحة المفروض احنا نوصلها يعني الناس، هذا هو الدور المفروض منه.
ولذلك يعني أكدنا حقيقة على أهمية أدواركم، وأنا شخصيا حقيقة داعم وخادم لكل من يعمل في خدمة بيوت الله تبارك الله. نحرص حقيقة على يعني، واحنا حقيقة ما جينا إلى هذا المكان إلا لنساعد ونعين ونخدم يعني العاملين في خدمة الدين وخدمة بيوت الله.